انا لما دخلت اخر مره ما حطيتش الباسبور اصلا. صباح الخير يا جدعان. حلقه النهارده عن دبي. هل العيشه في دبي حلوه ولا وحشه؟ وهل صح ان انا اروح ولا ما اروحش؟ انا قاعد هنا بقالي تقريبا داخل على 6 سنين، فانا هقول لكم الحلو والوحش اللي انا شفته كله. بصوا، اول حاجه، اي بلد في الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، مفيش بلد فيها الحلو بس او الوحش بس. فانا هتكلم على دبي، مش هتكلم على بلاد تانية لان انا ما عشتش في بلاد تانية، بس ده كونسبت. يعني انا كل ما اتكلم مع اي حد عايش في بلد تانية بيحكي لي عن مشاكل عنده مش عندي، ويكون عندي مشاكل مش عنده، فهي بتبقى كده. وغير كده هي بتفرق من شخص للتاني. يعني فاكر لما انا سافرت اندونيسيا كانت بالنسبه لي احلى سفريه عملتها في حياتي، حد تاني سافر في نفس الوقت كانت بالنسبه له اوحش سفريه عملها وكان بيشتكي ومش هيروح البلد دي تاني. فهي بتفرق من شخص للتاني. دبي بقى بالنسبه لي حلوه جدا. ليه بقى؟ المزايا اللي فيها اكتر من العيوب بالنسبه لي. اول حاجه، الناس كلها بتيجي دبي عشان حاجه واحده بس، ان هي تشتغل. البلد مليانه فرص لو انت بتعرف تشتغل وعندك بورتفوليو كويس. طبعا المرتبات احسن من بلاد كتير وفيها مزايا كتير بقى. يعني مثلا من احلى ميزتين بالنسبه لي هنا هو الشوارع. يعني فكره يا جدعان ان انا اطلع رخصه، قعدت تقريبا بتاع شهرين في امتحانات وبتاع والكلام ده كله والدروس. يعني انا شايف اللي يخلي فيه نظام في البلد هو موضوع القوانين. في قوانين لكل حاجه. يعني مثلا بدل ما اخش يمين، بدل ما اقف في الصف اللي الناس كلها مستنيه فيه، انا عامل فيها ذكي وخدتها من على الشمال شويه وخدت من الاخر خالص يمين اخد مخالفه. انا بالنسبه لي النظام هنا حاجه مش طبيعيه بصراحه، في كل حاجه بقى، مش في الشارع بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه حوار المستقبل. هم بيقيموا على المستقبل، هم مش بيبصوا على الماضي، هم بيبصوا على المستقبل. فطريقه التفكير بتاعت البلد ماشيه صح وماشيه بسرعه قوي. يعني مثلا دخول المطار، انا لما دخلت اخر مره ما حطيتش الباسبور اصلا. يعني ما حدش شاف الباسبور، دخل عمل فيس اي دي ودخلت على طول من غير اي حاجه. يعني هو كده خلاص احنا مش هنحتاج الباسبورات تاني. احنا دلوقتي في زمن كله ماشي بالكمبيوتر. ليه في ورق؟ نفسي اعرف. فهم دلوقتي خلاص جاوبوني على السؤال ده. خلاص اسعار الاكل والشرب هنا رخيصه مقارنه عن مصر. انا لما سافرت اخر مره مصر، نسبه القبض بتاعك على نسبه الاكل والشرب والمعيشه وانك تشتري هدوم والكلام ده غير هنا. هناك الاسعار غاليه قوي، هنا الاسعار غاليه لو انت عايش في مصر، ايا كان اكل شرب، بتشتري معدات. مش لو انت ركزت، لو تعرف تحوش. انا في واحد صاحبي كان بيقبض 4000 درهم، اشترى لابتوب ماك وكاميرا وعدسه وموبايل ايفون، كل ده في خلال كام شهر. يا جدعان والله العظيم ما شاء الله. انا القصه دي انا بحبها قوي. اللي عايز يعمل حاجه هيعرف يعملها مهما كان قبضك عامل ازاي او كده. 4000 ده اصلا الرينج اللي هو ايه، البيزك. فان انت تعرف تعمل كل الكلام ده يبقى معنى كده انت اللي هو انت تعرف تحوش وتجيب. فهي مالهاش علاقه بالفلوس اللي انت بتعملها. حاجه تانية حلوه قوي في دبي، موضوع السكيورتي. الامن اللي فيها في ليفل مش طبيعي. الناس بتسيب بيبان الشقه مفتوحه عادي من كتر ما الموضوع فعلا سكيورت. ودي حاجه معروفه في البلد، اللي هو ان انت عادي خلاص انت باب شقتك مفتوح، عارف ان مفيش حد هيخش. لدرجه لو يقول لك لو سبت الايفون بتاعك على الترابيزه في المول بيفضل موجود ما بيتاخدش. طبعا بيبقى في حالات نادره اللي هو ايه ليه علاقه بالسرقه والكلام ده، بس طبعا دي حالات يعني قصص بنسمعها مره كل فين وفين. ليه بقى الناس ما بتسرقش؟ لان هو في كاميرات في كل حته، فيعني سهل قوي على البوليس ان هو يجيبك. خلاص فيس اي دي. انا بقول لكم يا جدعان دخلت المطار بفيس اي دي، انا مش عارف اجيب وش دلوقتي لو انا جبت حاجه. دلوقتي بقى انا كنت في نقاش مع واحد صاحبي بنقول هل اعيش في مصر ولا في دبي. انا مقتنع 100% ان العيشه في دبي هي اللي صح، وهو مقتنع 100% ان العيشه في مصر هي اللي صح. خلصنا الكلام كله على ان فعلا بالنسبه لحياتي انا اللي يليق عليها حياه دبي دلوقتي، حياته هو اللي تليق عليها حياه مصر. ليه بقى؟ انا بالنسبه لي ايه مثلا الوحش في دبي اللي معروف قوي انه وحش في دبي؟ ايه؟ ان ما فيهاش روح. وده حقيقي، ده حقيقي 100%. ليه؟ لان الناس كلها جايه عشان سبب واحد وهو الشغل. بس الناحيه الثانيه ايه؟ مصر دي بلدنا واللي اتربينا فيها واتولدنا فيها والكلام ده كله، فيها روح. الشارع فيها حوار بيحصل، مفيش الكلام ده هنا. يعني فكره ان انا اصلا امشي في الشارع دي مش موجوده هنا. دي مش ووكابل سيتي. مثلا لو انا عايز اروح مشوار، فكره ان انا اتمشى له دي مش موجوده. فكره انت هنا مفيش حاجه اسمها الجيرني، انت عندك حاجه اسمها ديستنيشن. يعني عارف لما انت مثلا هناك ممكن وانت ماشي تقول مثلا انا جعان او عايز اكل، فوانت في الطريق ممكن تلاقي لك حاجه. هنا مفيش الكلام ده. انت هنا بتروح على الديستنيشن. انا هنا بروح، انا عايز اروح على الشغل، رايح للمول، مش وانا في الطريق المول هشوف فيه ايه مش عارف ايه. حوار بقى الصحاب والاهل والكلام ده كله برضو دي حاجه كويسه في مصر، ان انت عندك ايه، ناس حواليك حاسس ان انت مطمن. بس هرجع واقول دي بتبقى بيزد على شخص لشخص. انا بالنسبه لي اعز اصحابي كلهم بره مصر، مفيش غير مثلا شخصين 3 هم اللي في مصر. فبالنسبه لي انا دي ما كانتش مشكله خالص. اهلي الموضوع بالنسبه لنا مش مشكله، انا ممكن ازورهم هم يزوروني، بنتكلم على طول. فبس ارجع واقول بتفرق من شخص
يفصل شخص. وحاجه تانية حوار الحر يا جدعان، الصيف هنا بجد صعب، يعني ببقى نفسي اللي هو لا يعني يا رب الصيف يخلص، يا رب الشتاء يجي. الشتاء هنا بقى احلى شتاء في الحياه. التطور هنا يا جدعان سريع بطريقه مش طبيعيه. في سنه واحده كميه تكنولوجي بتطلع وكميه حاجات بتطلع انا اول مره اشوفها في حياتي. انا كل مره بشوف حاجه جديده. الناس اللي بتشتكي من دبي بتشتكي على موضوع الغربه، اللي هو موضوع ان انت حاسس ان انت لوحدك في رمضان مثلا، مش بتاكل مع اهلك، مفيش صحاب، نزله القهوه، مش عارف ايه الكلام ده كله. الكلام ده حقيقي 100%، بس انا كباسل مش بحس بالحته دي الحاجات الوحشه اللي فيها. بس انا بالنسبه لي الحاجات اللي حلوه فيها اكتر من الوحش بكتير. فكره يا جدعان ان انت حاسس ان انت واخد حقك. طبعا البلد فيها حاجات كتير قوي حلوه بجد، انا مش هخلص. وبس كده يا جدعان، نكون كده وصلنا لاخر الحلقه. يا رب اكون فدتكم في حاجه، حتى لو حاجه بسيطه. وانا عايزكم تكتبوا لي بقى في الكومنتس لو في حاجه مثلا، في سؤال معين انتوا عايزين تعرفوه في دبي او في الشغل او في الكلام ده. لو حاجه انا اعرفها انا هقولها ان شاء الله واعمل عليها فيديو. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير والكومنتس وكل الكلام ده، ظبطونا كده يعني. وان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي. سلام.